يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا، ومساء الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يا رب الفيديوهات اللي بقدمها ليكي تكون بتعجبك. الفيديو بتاع النهارده مختلف تماما، ان شاء الله اقدر افيدك ولو بمعلومه بسيطه. هنعمل الباتيه مع بعض. الطريقه دي يا بنات اللي هوريها لكم خلاصه تجارب كتيره جدا وافكار، وكل ما تعملي طريقه او كل ما تعملي حاجه تطلع فيها غلطه او تطلع لا مش هو ده اللي انا عايزاه، مش هو ده الشكل اللي انا عايزاه، مش هي دي النتيجه اللي انا عايزاها. فتفضلي بقى تفكري وتعدلي تعدلي فيها، تعملي ايه علشان يطلع معاكي زي ما بتشوفيه، اللي هو ايه بقى؟ الباتيه اللي ماسك نفسه كده ونفس الوقت هش جدا. حاجه كده، وصفه من الاخر. انا الصراحه مبهورة بنفسي جدا لما صلحت فيها وعدلت فيها حاجات كتير جدا لحد ما ادتني نتيجة تحفة، يعني تعملي منها احلى شغل. هنعمل الباتيه بمكونات بسيطة جدا بمقادير بسيطة جدا. هقولك على كل التفاصيل والتكات اللي طلعوا معاكي مظبوط، وهقولك على الغلطات اللي احنا او اي حد بيقع فيها وبس بيقول ايه اهم حاجة الطعم. لا، انا المرة دي هديكي طعم وهديكي شكل وهديكي جودة ممتازة. يلا بقى تعالوا نشوف المقادير. مقاديرنا بسيطة جدا ان شاء الله تعجبك. يلا لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. نص كيلو من الدقيق يا بنات، عليه معلقة صغيرة مليانة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ورشة من الملح، ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، وكوباية من المية. تقدري تستغني عن اللبن البودرة وتعجني بلبن، بس عايزة اقولك ان العجين بالمية افضل بكتير من اللبن، لان المية خفيفة فبتخلي العجينة هشة وخفيفة معاكي. ان اللبن بيتقل العجينة شوية، فاحنا هناخد الطعم من اللبن البودرة، والهشاشة والطراوة او الهشاشة بتاعت العجين هناخدها ان احنا عجنين بمية مش بلبن. وكمان بيضة وفانيليا ونص كوباية من الزبدة اللي هي 100 جرام من الزبدة. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، سواء على ايدك او على العجان نفس الخطوات. هنحط كل السوائل مع بعض بالشكل ده، اللبن البودرة مع البيضة مع المية مع الفانيليا، وهتقلبي كويس جدا، وبعدين بقى هننزل بالدقيق عليهم والخميرة، وهتعجني كويس جدا في العجان او على ايدك لحد ما تتلم معاكي. وفي اخر العجين هنحط بقى ايه؟ هنحط 20 جرام او 40 جرام من المادة الدهنية. بص بقى يا بنات، المعلومة اللي عايزة اقولها لك وعايزاكي تعرفيها. عجينة الباتيه عشان تطلع معاكي مظبوطة والخمر بتاعها حلو وتكون كده واقفة على نفسها كده والشيب بتاعها حلو، مش اللي هي خمرانة بالعرض كده وسايحة، لازم العجينة تكون بتاعتك عجينة مقفولة، يعني طرية ومقفولة في نفس الوقت. مش عجينة طرية ومفتوحة وبتلزق في الايد والحوارات دي. لا، عجينة مخدومة كويس جدا، وفي نفس الوقت عجينة ماسكة نفسها بس مش ناشفة، عجينة طرية ماسكة نفسها مش بتلزق في الايد. هتيجي بقى يا بنات، طب انتي هتقولي لي العجينه لما هي مقفوله او عجينه مش طريه وبتلزق في الايد، امال انتي هتاخدي الهشاشه بتاعه الباتيه او اي معجنات من ايه؟ هتاخدي الهشاشه يا بنات من كتر العجن. كتر ما انت بتعجني في الخميره وبتنشطي ماده الجلوتين في الخميره، فهو ده اللي بيديكي الهشاشه والطراوه بتاعه الباتيه او الكرواسون او اي مخبوزات في الدنيا. حاجه، عجينه الباتيه والكرواسون مش بيتحط لها بيكنج باودر. ما تحطيش بيكنج باودر. هتحطي بيكنج باودر بتفعلي الخميره اكتر وبسرعه، فبتروح ايه يحصل ايه؟ تروح مختمره بالعرض، بتختمر كده بالعرض، ما بتكونش ايه، ما بتديكيش الانتفاخ اللي هو اللي احنا بنشوفه في المحلات، او الباتيه اللي احنا بنشوفه ده ايه بقى، اللي واخد شيب كده واقف على نفسه، الشيب بتاعه حلو زي ما بيقولوا. لا، انت ما تحطيش بيكنج باودر. البيكنج باودر بيساعد الباتيه او الكرواسون ان هو يسيح يختمر بالعرض، ما بيدينيش النتيجه او الشكل الحلو. يعني انت هتطلع هشه وهتطلع خفيفه، بس مش هيديكي الشكل اللي انت بتشوفيه في المحلات او الشكل النهائي اللي زي السكر اللي هتشوفيه معايا ان شاء الله. تاني حاجه يا بنات، العجن كويس جدا
جدا جدا جدا. يعني مثلا في العجان ربع ساعة، على ايدك بقى تلت ساعة. تريحي وتديها كمان 5 دقايق. كل ما تعجني فيها هو ده اللي هيديك الهشاشة، وهو ده اللي هيديك الطراوة. اخر معلومة عايزاكي تعرفيها ان انت ما تحطيش في العجينة حاجات تتقل العجينة، سواء الزبدة. هنورق بالزبدة، ما تورقيش كتير بالزبدة علشان العجينة ما تتقلش منك وتروح تفطس كده. تاني حاجة ما تحطيش مواد، يعني ما تعجنيش بحاجات كتيرة علشان العجينة ايه، زي ما قلت لك تكون خفيفة وهشة معاكي. يعني ما تحطيش لبن بودرة وتروحي تعجني بلبن، وتروحي تحطي بدل بيضة بيضتين، وتروحي مش عارفة ايه كله ده على نص دقيق ليه يعني. لا، انت التزمي بالمقادير وبالطريقة اللي انا هعملها لك، وان شاء الله هتطلعي حاجة ممتازة. يا بنات ده شكل العجين في العجان، وده هيكون شكله برضو على ايدك. شايفة العجينة اتلمت، العجينة اتلمت، عجينة ملمومة، في نفس الوقت طرية، مش ناشفة قوي في ايدي. لا، هي عجينة طرية بس مش بتلزق، ومش مفتوحة قوي برضو. فهي دي. طب ايه اللي هيطري لي انا بقى العجينة دي ويخليها ملساء وناعمة بقى في ايدي؟ اول حاجة كتر العجن، تاني حاجة المادة الدهنية اللي احنا هنحطها في اخر العجين. انا بقى هرجعها في العجان تاني، وهعجن فيها 5 دقايق كمان، وبعدين بقى هحط لها المادة الدهنية. نص كوباية الزبدة دي يا بنات اللي هي 100 جرام من الزبدة، هاخد منها بمعدل معلقة، سواء يعني 30 جرام 40 جرام حاجة زي كده، واحطها في اخر العجين. والعجانة بقى بتعجن زي ما انت شايفة كده، بعد ما كانت عجينة ناشفة ومش مرنه في ايدك. شايفه بعد ما اتحط لها الزبده واتعجنت كويس جدا، شايفه عجينه طريه جدا ناعمه مش بتلزق في الايد زي ما قلت لك بالظبط. دي خدت 230 ملي او جرام من الميه. طبعا كل دقيق على حسب التاني، فانت ممكن تزيد معلقه، ممكن تقل معلقه، يعني حاجه زي كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، ده بعد ما اتحط لها الزبده، وهو ده اللي انا عايزاه. بعد ما عجننا العجين بقى يا بنات هنعمل ايه؟ ما تسيبيش العجينة تختمر. ده تاني حاجة مهمة جدا في عجينة الباتيه او الكرواسون. اشتغلي فيها على طول وما تقلقيش. زي ما انت شايفة رشة من الدقيق وقسمت العجينة بالنص زي ما انت شايفة كده، وخدت اول نص وهعمله بقى كويرات صغيرة. حابة توزني بالميزان او بالنظر كده، فانت اعملي كويرات صغيرة. ما تقلقيش جدا من حكاية الخمر دي، لان انت عقبال ما تعملي الكويرات الصغيرة دي فنص العجينة التاني هيكون ارتاح، وعقبال ما تعملي نص العجينة التاني كويرات صغيرة هتكون الكويرات الصغيرة الاولى في نص العجينة الاول ارتاحت. انا بس عايزة العجين مش يختمر خمر كامل، انا عايزاه بس يتنفس في حدود بس 5 دقايق 10 دقايق، هو ده المطلوب. وهو ده الصراحة اللي حلو جدا في الشغل. انما انا كنت اخمر العجينة وارجع افش خمر العجينة وارجع اكورها كويرات، ومسافة بس اول كورة تاني كورة الاقيها اختمرت بسرعة، وتيجي تبنطي بالزبدة في عجين مختمر، كان صعب جدا في الشغل. صعب جدا في الشغل سواء بتعملي كاترينج او بتعملي حتى لبيتك. انما الطريقة دي سهلة جدا، اعمليها واعتمديها وجربيها وادعيلي. حاجة كده في منتهى الجمال. زي ما انت شايفة يا بنات وزي ما قلتلك بالظبط، قطعت كل العجين، كان العجين ارتاح. هتمسكي بقى الكويرات كده ورشة من الدقيق وتبططيها نص تبطيطة. عقبال ما تبططي ال7 كورات دول هتكون اول كورة انت بططيها نص تبطيطة ارتاحت، تمسكيها وتشتغلي على طول وتفردي بالشكل ده. نيجي بقى يا بنات لحكاية الزبدة. علشان تحط زبدة وتورقي العجين بالزبدة لازم يا بنات يكون نسبة وتناسب، يعني الزبدة تكون متناسبة مع العجين علشان العجين يقدر يختمر. ما تكونش الزبدة تقيلة على العجين او كتيرة في العجين، فالعجين ايوه العجين ما يقدرش يختمر وما يقدرش هيفطس منك العجين.
كله ده انا مجرباه يا بنات. فانا زي ما قلتلك تحطي، شايفه انا بحط الزبده ازاي، لحسه كده من الزبده تورقي بيها بين طبقات العجين. انما ولا هينفع تحطي زبده كتيره، ولا هينفع تحطي زبده بمعلقه. شايفين شكلها يا بنات عامله ازاي؟ هو ده اللي هيخلي الزبدة متجانسة مع العجين، وهيطلع لك حاجة ممتازة. هتاخدي طعم وهتاخدي ريحة وفي نفس الوقت هتاخدي خمر. انما لو حطيتي زبدة كتير تقولي بقى كرم بقى عشان ريحتها تبقى زبدة بقى وبطعم الزبدة، العجين اصلا مش هيرتفع. انا جربتها والله. العجين مش هيرتفع وهيهبط منك ومش هيختمر، وفي نفس الوقت هيطرد كمان الزبدة بتاعته كأنك مش مورقة بزبدة خالص أصلا. فانت يا بنات طبعا انا ايديا مغسوله، انت طبعا براحتك، حابه تلبسي جوانتي، حابه تعملي فرشه. بس عايزه اقولك الفرشه ما نفعتش، كانت بتشيل كميه زبده كتيره في الفرشه وما بتهتهنش العجين كويس، والعجين كان بيتقطع بمعلقه، مش هتنفع برضو يا بنات. هو بايدك كده زي ما انت، زي ما انا شايفه، زي ما انت شايفه بالظبط. جربي الطريقه دي وادعيلي. هنعمل بقى كل الطبقات يا بنات، وبعد ما هنعملها هنغطيها بورق استريتش وهندخلها الفريزر لمدة ربع ساعة. شايفة بقولك ان هي مختمرة ومرتاحة والكلام ده كله. هنيجي بقى يا بنات زي ما قلتلك هتغطيها بستريتش بعد ما تخلصي اول جزء من العجين هتغطيه بستريتش وتدخليه التلاجة ربع ساعة عقبال بقى ايه ما تعملي بقية العجين. احنا بنشتغل على طول يا بنات، ما بخليش حتى فاصل. مسافة ما بتخلصي الجنب ده الجنب التاني بيكون ارتاح، ويا رب تكون الفكرة واصلة لكم. هتيجي بقى يا بنات بعد ما سبناها ربع ساعة، شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله مختمرة وحلوة جدا. وايه بقى في نفس الوقت طرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. فانت بقى ايه ابدعي بقى، اشتغلي فيها وانت مطمنة هتتفرد معاكي كويس جدا. رشة من الدقيق تحت العجينة وفوق العجينة بالشكل ده. هتبدأي تفردي في الأول بايدك بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتفردي اول جنب وتروحي تقلبي وتفردي تاني جنب في ساعتها عشان كل الطبقات تتفرد معاكي مرة واحدة. وبعدين بقى هتستخدمي النشابة بتاعتك وتفردي العجين. عايزاه طبعا لو هتعملي باتيه فانت هتفرديه مستطيل، لو هتعملي كرواسو فانت هتفرديه مدور وهتقطعيه تقطيعة الكرواسو اللي كلنا عارفينها. شايفين يا بنات بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبايدك كده مشي على العجين علشان تعرفي الحتة الواطية من الحتة العالية او الحتة يعني اللي محتاجة فرد. وفي نفس الوقت يا بنات ما تفرديش العجين جامد، ما تموتيش العجينة في الفرد علشان لما تلفيها رول سواء باتيه او كرواسو تطلع معاكي ليها سمك وليها شكل يكون حلو. السمك اللي انت بتفردي بيه يكون كده سمك حلو متوسط، ولا اللي هو عالي قوي ولا اللي هو ايه مفرود جامد. نيجي بقى يا بنات لطريقة اللف الكرواسو. انا بقولك ما تلفيش على الواسع علشان انت لو لفيتي على الواسع هيكون في فواصل بين الطبقات وانت بتلفي، ومش هيديكي شكل الكرواسو او العجين مش هيكون متشابك كده مع بعضه ويديكي الشكل اللي كلنا عارفينه للكرواسو من جوه يعني. فانتي تحطي الحشو بتاعك وتلفي على الضيق وتشدي العجين كده، تشدي العجين ايوه وانتي بتلفي علشان ايه اللفة بتاعتك تكون محكمة كده وضيقة. بس بقى اتكلمت كتير جدا، انا اسفة الفيديو طويل جدا بس ان شاء الله تستفادي مني. شايفة تضغطي كويس جدا على الحشوة. بقولك لا ما تلفهاش كده، تضغطي كويس جدا على الحشوة، تشدي المثلث بتاعك وانتي بتلفي، تشدي العجين بتاعك او تشدي اللفة بتاعتك لتحت عشان تديكي الشكل القمر اللي انت شايفاه ده. شايفة بسم الله ما شاء الله شكل الكرواسو عامل ازاي متماسك سهل جدا في التشكيل، مش مرن كده وما تعرفلوش يمين من شمال حاجة كده في منتهى الجمال. شايفة شكله بسم الله ما شاء الله واقف على نفسه كده ازاي، وخمره كده هيكون ممتاز. هتخلصي بقى كل الصاج يا بنات تشكيل، والتخمير بتاعنا هيكون بعد التشكيل.
هيكون بعد التشكيل بعد ما تخلصي الصاج بتاعك، فانت هتسيبيه ساعة ونص يختمر، وبعدين تشغلي الفرن عقبال ما الفرن كمان تسخن في حدود ربع ساعة، فهيكون قعد معاكي وقت كافي جدا. علشان كده يا بنات ما مش بنحط بيكنج باودر في عجينة الباتيه زي ما قلتلك، علشان البيكنج باودر مش هيستحمل الوقت ده كله في التخمير، وهيخلي العجينة تفش الخمر بتاعها. كل ده انا استنتجته من ان انا عملت 4-5 مرات عشان اطلع نتيجة ممتازة. شايفة بقولك او بشاورلك بصي شكله عامل ازاي وهو مختمر، شايفة شكله، شايفة شكل الكرواسون واقف على حيله ازاي وهو مختمر، مش مختمر بالعرض، مش ملزق في بعضه، مش اعوج، مش عارفة ايه الحركات دي كلها. وتسيبي طبعا يا بنات مسافة بين كل واحدة والتانية، علشان ايه؟ علشان الجوانب تتحمر. يعني الصف اللي هو الباتيه ده اللي لازق في بعضه ده غلط، لا المفروض يكون يتساب مسافة عشان الجوانب تتحمر كويس. هتيجي بقى تدهني الوش بصفار بيضة او بمعلقة من اللبن مع شوية من النسكافيه والكلام ده كله. هتدهنيه كويس جدا. شايفة شكله وانت بتدهني بالفرشة الخمر بتاعته كويس جدا بس. وهتدخليه بقى الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ربع ساعة، ما تزيديش على ربع ساعة، ممكن 12 دقيقة طبعا على حسب الفرن بتاعك. والقعر بتاعه برضو يا بنات ما تستنهوش يحمر جامد، لان انت لو خليتيه ياخد لون القعر بتاعه هيقرمش، مش هيكون طري معاكي. فانت كفاية ان القعر بتاعه يكون زي اللون اللي وريتهولك ده، مصفر كده ومتشمع، فهيكون كده ممتاز. بس بقى يا ست الكل، اول ما الصاج طلع شايفه شكل الكرواسون عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه وحلو جدا. اول ما الصاج طلع يا بنات انا بخيته كده ببخه من الميه وغطيته بفوطه لمده 10 دقايق عشان يفضل طري معاكي. وبعد ما يهدى كده تحوش الفوطه، ولازم تغطي طبعا الكرواسون او الباتيه بكيسه او بستريتش. شايفين يا بنات شكله؟ بسم الله ما شاء الله، شايفه شكله هش جدا وطري جدا. شايفه شكل الباتيه عامل ازاي اللي بضغط لك عليه؟ هش جدا يا بنات وطري جدا. شايفه يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. تعالي بقى نفتح واحدة ونشوفها غير طعمه بقى يا بنات، طعمه تحفة وطعم الزبدة فيه. شايفة؟ بصي الشكل ده يا بنات متاخد من ايه؟ متاخد ان انتي لفة الكرواسون بتاعك او الباتيه صح، لفاه على الضيق، فانتي العجين اتجانس مع بعضه ومسك في بعضه واداكي الشكل اللي هو ايه؟ شكل الشبكة ده. انما لو لفيتي على الواسع يا بنات هيكون فواصل العجينة بتاعتك باينة، هيكون كل طبقة لوحديها كده فوق بعضيها وخلاص. انما لا، زي ما كل حاجة بقولها لك امشي عليها بالظبط وانت هتطلعي حاجة ممتازة. شايفة؟ بسم الله ما شاء الله. شايفة انا بشاور لك على ايه؟ بشاور لك على ان العجين متداخل في بعضه وعامل لي كده زي الشبكة مع بعض، حاجة كده في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبك وأكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة بسيطة، وجربي كل التفاصيل دي إن شاء الله هتطلعي باتيه تحفة. يا رب أكون قدرت أفيدك النهاردة، وبقولي لي رأيك في الكومنتات، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.